السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض الجلاش بطريقة سهلة خالص وبسيطة، من غير ما ندهن ورقة ورقة، ويطلع معانا طبقات بالشكل القمر ده. يلا نسمي الله ونشوف المقادير ونشوف عملنا ايه. معانا لفة جلاش بالشكل ده، واول حاجة هبدأ اعملها هو شربات الجلاش، علشان طبعا لازم الشربات يكون بارد. طبعا نزلت بكوبايتين من المية وكوبايتين من السكر، وهبدأ بقى ارفعهم على النار. واول ما يبدأ يغلي معايا بالشكل ده هضيف له نص عصرة الليمونة، وهنسيبه يغلي لمدة 10 دقايق، بعد كده نقفل عليه النار. هنا بقى هفتح الجلاش بالشكل ده كده، وهبدأ بقى اقطعها قطع متساوية كلها قد بعض. دي احسن واسهل طريقة تقطع بيها الجلاش. وزي ما انتوا شايفين كده بقطع القطعة الاولى، وابدأ بقى اقيس بيها القطعة التانية علشان يبقى كله قد بعض بالتساوي. وبالشكل ده طبعا الجلاش هيبقى جاهز معانا في دقايق، مش هياخد مننا وقت خالص. وبعد ما قطعت لفة الجلاش معاكم بالشكل ده، هبدأ اخد كل قطعة من الجلاش وهفردها، وهبدأ بالسكينة اقطعها مربعات متساوية. وزي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. كده خلاص هنبدأ بقى نمسك قطعة كده ونطبقها بالشكل ده، هتبقى عبارة عن طبقات كلها فوق بعض. وهنا معايا صينية مدهونة سمنة، وبدأت طبعا ارص كل المثلثات بتاعتنا. طبعا هنفضل ناخد كل قطعة ونبدأ نطبقها على بعض ونحطها في الصينية لغاية لما نخلص كل الكمية. وطبعا بترصيها في الصينية زي ما انت حابة، اي رصة انت عايزاه وحباه. كده خلاص لفة الجلاش معانا خلصت. هبدأ بقى اضيف عليها السمنة. انا هنا حطيت كوباية الا ربع من السمنة، ممكن تحطي نص كوباية سمنة او كوباية الا ربع زي ما انت حابة. انا هنا بحط كوباية الا ربع علشان الجلاش يطلع معايا مورق كده وحلو. وبعد كده ببدأ احطه في الفرن. اول ما يستوي من تحت وياخد لون ببدأ اولع عليها شوية من فوق. ولو لقيت السمنه بتاعته كتيره بعد ما يخرج تبداي طبعا تصفي السمنه بتاعته. وزي ما انتم شايفين كده الجلاش خرج معانا بالشكل الجميل ده، وطبعا شارب السمنه بتاعته، مفيش سمنه زياده ولا اي حاجه. وهبدا بقى اسقيه بالشربات البارد اللي احنا عاملينه. طبعا كميه الشربات ترجع لك انت، عايزه مسكر بتكتري كميه الشربات. كده خلاص جاهز معانا وبقى معانا بالشكل ده. هبدا بقى اسيبه شويه في الشربات يشرب من الشربات كده شويه، وبعد كده هطلعه في الطبق اللي انا هقدمه فيه. علشان طبعا هبدأ بقى ازينه باي حاجة. ممكن بقى تزينيه باي حاجة عندك، ممكن تحط عليه فول سوداني مجروش، او تحط عليه شوية جوز الهند. اي نوع مكسرات عندك ابدأي حطيها عليه. انا هنا كان عندي شوية فستق بدأت ازينه بيه بالشكل ده كده. كده خلاص جاهز معانا وبقى معانا بالشكل الجميل ده. والله يا جماعه فظيع ومخدش منا وقت خالص ولا مجهود، وطبعا طريقه سهله وبسيطه ومن غير ما ندهن ورقه ورقه. وطبعا الجلاش معانا طبقات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومقرمش وطعمه تحفه. يلا بقى قومي هاتي لفه جلاش واعمليها، حاجه حلوه وسهله وبسيطه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بجد يا رب يعجبكم. وما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.